البلا تاع اليوم عندنا كمية من اللحم، تبغوا اللحم الأحمر ولا لحم الدجاج يبقى اختياري. عندنا حبة بصلة، حبة فلفل حلو، حبة طماطم مقطعين على هذا الشكل، وعندنا سنينة ثوم، وعندنا بطاطا قطعناها هكا دي غونديل، عندي كمية من الزيتون الأخضر، عندي قزبر مع النوز ووريقات رند. بالنسبة للزيبيس عندنا ملح، كمون، فلفل أسود، سكنجبير، كركم وفلفل أحمر. إذن نروحوا للطريقة. إذن أول شيء نخلطوا قاع المقادير مع بعضها البعض. قلنا عندنا البطاطا، الطماطم، البصلة، فلفل حلو، سنينة ثوم، زيتون أخضر، قزبر مع النوس واللحم وليزيبيس، ونضيفوا عليهم 2 مغارف كبار تاع طماطم مصبرة. نضيفوا القليل من الزيت، ومغرف كبيرة تاع زبدة ولا مارغرين، ونضيفوا كأس ماء، ونخلطوا قاع المكونات مع بعضها. نخلوها تتشرب واحد 5 دقائق، ونجو نديروها في الصينيه تاعنا. هنايا نضيفوا القليل من الزعفران، كنت نسيته، ونديروها في الصينيه على هذا الشكل. اذا ونديروا لها بابي الومنيوم وندخلوها للفرن الطيب. نروحوا الان للمملحه. هنايا عندنا خبز التورتيلا، انا استعملت هذه النوعيه. عندنا جبن ساندويش، عندنا جبن رابي، عندنا فلفل حلو حبه كبيره مقطعه على هذا الشكل، حبه بصله مقطعه، وعندنا كميه من اللحم المفروم. اذا نروحوا للطريقه. في مقله نديروا القليل من الزيت، ونجو نقلوا البصله تاعنا نخلوها تدبل. كي نشوفوها دبالت نجو نرمو الفلفل تاعنا، قلنا فلفل الحلو، نخلو الفلفل تاعنا يتقلى مع البصل، ونجو نرمو في الاخير اللحم المفروم كيما راكم تشوفوا. اذا نرمو اللحم تاعنا. بالنسبه للزيبيس عندنا الملح وفلفل اسود. اذا الحشو تاعنا راه وجد، وكان عندي انايا قليل من البطاطا كنت قليتها، وعندي المايونيز درتها معمور في هريسه ولا تقدروا ديروا صلصه الجزائريه، وعندي الخبز والجبن تاعنا. اذا نشكل معكم حبه. اول شيء نديروا الصلصه اللي وجدناها، قلنا المايونيز مع مغرف كبيره تاع هريسه. تاني شيء نديروا جبن الساندويش،
نضيفوا الحشو، نضيفوا البطاطا المقلية، وفي الاخير جبن رابي. ونبلعوا الحبة تاعنا على هذا الشكل. اذا ونروحوا نطيبوها. انا الطاجينه تاعي كنت دايرتها يسخن من قبل، نديروا القليل من الزبده نخلوها تذوب، ونمسحوها هكا شوي شوي، ونجيو نديروا الحبه تاعنا طيب. هكا نحاولوا ندركوا عليها باش يعطينا هذا الشكل تاع الطاجين كيما راكم تشوفوا. اذا نطيبوها على الجهتين. صدقوني هاد المملحه تجي واحد البنه روعه، ان شاء الله تجربوها. اذا الحبه تاعنا راها طابت، نقلعوها ونقسمها معاكم باش تشوفوها كيفاه جات من الداخل. بالنسبة للعصير، أنا هنا عندي كمية من الجزر، فكرت نديرها معاكم عصير صحي. كنت غسلتها على هذا الشكل كما راكم تشوفوا، ونحتاج معاها فقط حبة ليمونة وعلبة يايورت الذوق اللي حبيته. إذن قطع الجزر تاعي هكا أمتيدي ونطحنوها على هذا الشكل. إذا نضيف القليل من الماء ونزيد نطحنوها حتى نكملو كامل الجزر تاعنا على هذا الشكل. وهنايا كنت طحنت حبه الليمون تاعي بها بالقشور تاعها، وفي الاخير من بعد ما طحنا الليمون والجزر نصفوهم في مصفاة حتى نتحصلوا على هذا القوام، ونضيفوا عليهم ياغورت قلنا الذوق اللي حبيته، وفي الاخير نضيف السكر. طبعا بالنسبه للسكر يبقى على حسب الاذواق.